السلام على اشرف خلق الله. عبد السلام هردود رئيس الجمعيه ديال الاساك التنميه المحليه. حنا في المنطقه ديالنا الانسان اللي كيجي المنتخب ولا اي واحد مسؤول كيبقى يدافع عن المقدسات الوطنيه. حنا ملي كنجيو لعندنا المنطقه غادي نلقاو واحد المقدس ديال الوطن اللي هو الشعار ديال الاسلام، وتلقى جامع هذه 5 سنين ولا 6 سنين مريبه ومازال ما تبناش لحد اليوم. يعني راه هذا واحد المشكل اللي يعني خطير وبزاف، يعني واحد الثوابت ديال الدوله اللي ديال الاسلام، راه هذا مشكل. يعني ملي كنلقاو جامع يعني 5 سنين من النهار اللي طاحت الجامع على الناس على الناس خدات تما الناس وهي مبلعه وحنا كنصليوها في الكراج. يعني راه كفاعل يجمعوا في المنطقه وكنصليو في الكراج، راه داك الشيء يعني راه الانسان يمشي يزور داك الشيء، داك الشيء يرثى له اللي عندنا في المنطقه. يعني وما بالك عارف الصحه، التعليم، بالبنيه التحتيه، بجميع الحوايج اللي كتعلق بالتنميه المنطقه، يعني راه منعدمه في المنطقه، راه مشكل كبير. وكنطلب من السيد الرئيس ديال الجهه يقدر يشوف واحد الالتفاته لذاك المنطقه، لان راه كتعاني ذاك المنطقه بزاف من الناحيه ديالها. وكما كنعرفوا بان المنطقه راه مؤهله بجميع الحوايج، لا الامكانيات، جميع الامكانيات، لا ماديه ولا اي بشريه ولا اي حاجه. والنقطه اخرى اللي يعني راه حنا في المنطقه عندنا راه قاصح باش تجبدها، يعني هو الكيف. كنسمع السيد الرئيس دابا قال لك اسيدي قررنا، وحنا كفاعلين جمعويين ديال المنطقه اللي عندنا دستور عطاه لنا محمد السادس او محمد الخامس، اللي عطاه لنا بان راه نزرعوا الكيف. احنا كنسالوا السيد الرئيس شنو القرار اللي اتخذته بدون مقاربه تشاركيه مع المجتمع والفاعلين للمنطقه، واش درتوه في العرايش ولا فين هذا الكيف؟ حنا فين قررتوه ما عرفناش. حنا كفاعلين جمعويين من المنطقه كنهضروا معاه، يعني راه خلقنا وتربينا تما وكنعرفوا المناطق. يعني راه سيدنا الله يرحمه وراه النهار اللي عطاك كيقولوا له الوثيقه باش تزرع كيف راه عطاه المنطقه وحده. وكنطلب من السيد الرئيس بان باش الكيف يتناقش، ما يتناقش سياسيا ولا يتناقش مع الناس ما معروفينش، يتناقش محلي في المنطقه اللي كتزرع الكيف، اللي من هذه شحال ماشي غادي نمشيو نناقشوا هنا في العرايش ولا في هذا الكيف. راه دابا ما بقاش حنا راه داك المنطقه راه واخا الكيف راه ما استفادش منه كاع، يعني راه داكشي اللي وقع لنا تما في المنطقه راه بزاف، يعني راه ما استفادش منه. الا جينا بحال الجهات اخرى راه استفادوا منه بزاف. حنا راه استفدنا منه التهميش.